هو الترند النهارده المستشار مرتضى منصور. ابرز تصريحات المستشار مرتضى منصور النهارده: خلاص امام عاشور ماشي رسمي. يعني كان كله مكتم على الخبر ومحدش كان يتكلم. خلاص امام عاشور طلع نفسه وعيط على التلفزيون قدامنا وقال خلاص انا عايز امشي اجرب مستقبلي واحترف. ناصر منسي خلاص وقع، والاستغنى بتاعه بقى في ايد نادي الزمالك، وهيتأيد بكره وهيبقى لاعب رسمي في نادي الزمالك. مرتضى منصور يفضح خالد رمضان. شوف بقى الفيلا مش عارف بكام والدنيا بكام، وشوف البت كانت بتقعد على حجر مش عارف مين، وانت كنت بتقعد على حجر الاخوان مش عارف مين، والليله ما يعلم بقى الا ربنا. يعني هي ديت يعني ما ايه، هي دي مش كوره. يعني دي كده مش كوره. انت طالع اتكلم عن فريقك، عن نادي الزمالك. هما إن الصفحات بتشتم بيتقطع فيك، الصفحات مش عارف ايه، ما دي سوشيال ميديا وده حال الدنيا. اي شخصيه عامه معرضه للنقد ومعرضه لل... الناس تتكلم عليها كويس. بس انت ما تطلعش ترد. مش كل مش الكلمه بالكلمه، الكلمه بالكلمه. بيقول احمد شوبير الصفقات الفاسده والصفقات المشبوهه وي ويل ودي حاجه ما. هو شوبير اصلا مش بعيد عليه الكلام ده. شوبير احسن واحد يقطع في فروه نادي الزمالك، احسن واحد يقطع في فروه نادي الزمالك احمد شوبير، مع ان الاهلي كله صفقات مضروبه بستين نار. فيعني مبروك لنادي الزمالك النهارده المكسب. مرتضى منصور ساعه ونص على التلفزيون ما سابش حد في حاله، ما سابش حد في حاله. من احمد شوبير لاحمد موسى لخير رمضان لحازم امام لجمال علام. ويعني كفايه ان هو قال حازم امام يهبل، انا اللي ايدتك، انا اللي عملتك، انا اللي موتت عيال صغير صفرتك، انا اللي عملت وانا اللي سويت. يعني وهو يعني من الشخصيات العامة في مصر والوطن، من أشهر المحامين في الوطن العربي، وما تلعبش معايا وهتلعب بالنار و... ويعني وحاجة كده أنا معرفش إيه اللي هو بيقوله ده أصلا يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على دعمكم يا رجالة، إخواتي الزملكاوية.